كل سنة وكل أم طيبة، كل سنة وكلنا طيبين. عايزة أقول لكم إن مفيش أم فاشلة، مفيش أم مش عايزة تسعد ولادها. عايزة أقول لكم إن مفيش أم مش مضغوطة. اوعي تحسسي نفسك طول الوقت إنك مش عارفة تربي ولادك، وإنك أم مش كويسة، وإنك فاشلة معاهم، وإن مفيش منهم رجا، وإنتي نفسك بتحسسي نفسك إنك مش هتعرفي ومش هتقدري. محتاجين ندعي ربنا عشان يسندنا ويقف جنبنا، وكمان يبارك لنا في وقتنا. اوعي تضغطي نفسك، نظمي دماغك ونظمي وقتك ونظمي حياتك، ودي جزء من حياتك لنفسك. اعملي حاجة بتحبيها، ما تركزيش طول الوقت في البيت والولاد وبس، هتبقي في طاحونة مش هتخلصي منها. حاولي تغيري وحاولي تفصلي. من حقك تعيشي لنفسك شوية، بلاش تعيشي دور الضحية، وبلاش تحملي ولادك المسؤولية وتقولي لهم أنا ياما عملت اللي عليا، أنا ضحيت بكل اللي ليا وياريته كان بفايدة، وتشيليهم كل المسؤولية. اوعي تذلي ولادك بالتربية وتقولي لهم لولايا ولولا عملت اللي عليا كان زمانكو ولا أي حاجة في الدنيا دي. أكتر حاجة ممكن تضايق ولادك منك ومن نفسهم إنك تحسسيهم إن هم السبب في العذاب اللي انت فيه، أو إنك بتمني عليهم بتربيتك ليهم. بالحب هنربيهم، بالحب هيسمعونا ونسمعهم. اوعي تنسي تحضنيهم وتقربيهم، اوعي تنسي في آخر اليوم تكلميهم وتعلميهم لغة الحوار اللي عن طريقه بنقدر نوصل لنقطة تفاهم. علميهم يعبروا عن رأيهم بدل ما يتصرفوا تصرفات مش عارفة تبرريها ولا قادرة تفهميها. تسأليهم عن اللي بيحبوه واللي نفسهم فيه، ولو حاجة مش عارفة تحققيها تفهميهم ليه. ولازم تعلميهم يقدروا ظروف اللي حواليهم. وأهم من ده كله ندعي ربنا ليهم يحميهم ويبارك لنا فيهم. ولو أي حاجة محيراكوا ومضايقاكوا ومش عارفين تحلوها، تابعوني على قناة حكايات ماما ميرو على اليوتيوب.